شيرين عبد الوهاب تلجأ إلى القضاء بسبب حسام وابنتيها. ازيكم يا احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. للي اول مره يتابعني ما ينسانيش باللايك، يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله الجديد والترند. اعلنت النجمه شيرين عبد الوهاب عن تقدمها بدعوى قضائيه ضد احد الصحفيين تتهم فيها بالتشهير بها ونشر اخبار كاذبه عن حياتها الخاصه، وهو ما الحق بها اضرارا ماديه ومعنويه. وأصدرت شيرين بيانا صحفيا أكدت فيه أنها كلفت المستشار القانوني ياسر قمطوش المحامي بالنقد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الصحفيين بعد نشر أخبار مغلوطة عن حياتها الشخصية والزج باسم ابنتيها في تلك الأخبار بغرض تحقيق الشهرة وإثارة الجدل حولها هي وأسرتها. وأكدت شيرين عبد الوهاب في بيانها أن لا صحة لما أشيع أخيرا عن عودتها إلى طريقها المطرب حسام حبيب، ولا نية لديها لذلك، مشيرة إلى أنها تكن لحسام كل الاحترام والتقدير وأن علاقتهما تقتصر على الزمالة. وأهبت شيرين عبد الوهاب في البيان بالصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي باحترام حرمة حياتها الخاصة وعدم الزج باسمها أو بأسماء أفراد أسرتها في أي أخبار تتعلق بحياتها الشخصية.